تتعرض المغرب إلى هدة أرضية سيشعر بها معظم سكان المغرب وتسبب حالة من الهلع والخوف وبعض عرفت التوقعات ديالها حول المغرب كلها صحيحة، كلها وقعت إلا حدث واحد هو الأهم باقي اللي مازال مطرة. ليلى عبد اللطيف الفلكية اللبنانية كانت قالت باللي غيوقع زلزال في المغرب وغيحس به أغلب سكان البلاد. وقعت كذلك حدث مهم وصادم غتشهدو المغرب وغيفرح كاع المغاربة. فقبل ما نبداو كنبغي نرحم على جميع الناس اللي ماتوا، الله يصبر الأسر ديالهم والله يجيب الشفاء لجميع الجرحى. ليلى عبد اللطيف وحده من اشهر الشخصيات في علم الفلك، فهي كتوقع الحدث قبل الوقوع ديالو، وهي ما كتعتبرش راسها عرافه، ولكن كتقول باللي عندها الهام الحس السادس. ومعظم التوقعات ديالها كتكون صحيحه وبنسبه 90%. بالنسبه لي كتخلع وكتخلينا نوقفوا ونفكروا في هذا الشيء بشكل جدي. مطلع كل سنه ليلى عبد اللطيف كتوقع شنو غيوقع في السنه الجديده. ذكرت مجموعه من الاحداث البارزه اللي غتوقع في مجموعه من الدول العربيه والغربيه. هاد الاحداث فيهم اللي وقع نيت بحال حرب السودان وموت فاغنر وكذلك الزلزال الاخير اللي طرا في المغرب. من غير هذا الحدث هذا فالتوقعات ديالها حول المغرب كانت كلها ايجابيه. الفلكيه اللبنانيه قالت باللي المغرب غيبرم العديد من الاتفاقيات في السنه الجديده، وانه غيكون تحسن في الحياه المعيشيه في البلاد، وغيتوفروا فرص العمل للكثير من الافراد، وغتنتعش السياحه. ما نساوش كذلك ان ليلى عبد اللطيف كانت قالت باللي منتخب عربي غيوصل للنصف النهائي في كاس العالم قطر 2022، وفعلا كلنا شفنا المنتخب المغربي وصل للمربع الذهبي وخسر امام المنتخب الفرنسي. قدرت تكون صدفه، ولكن هذه ديال الزلزال الاخير فرح حيرات بنادم وخلاته غيهرب ليه. دابا غتقول لي والصباح صاحبي وانت بلا 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 ومازال ما قلتيش لينا شنو هو هذا الحدث المهم اللي غيوقع في المغرب وغيفرح كاع المغاربه. اسيدي ليلى عبد اللطيف قالت لك باللي المغرب غيكتشف ثروه نفطيه كبيره واللي غتنقل المغرب والمغاربه الى مستوى معيشي اخر. يا سيدي حتى حنا غتولي عندنا الاموال تترعرع وغنوليو بحال دول الخليج. ثروة نفطية جديدة في صحراء المغرب الكبيرة، وهذه الثروة سوف تفجر ثورة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، والغاز المغربي يشكل الحدث. وأرى أن خيرات أرض المغرب ستعم بالخير على كل شعب المغرب. سنسمع صدور قرارات ملكية تصب في عملية انفراج الأوضاع المعيشية في المغرب خلال الفترة القادمة. عندما كانت تقول ما تنسوش بحال ديما تشاركونا بالاراء ديالكم في التعاليق، وقولوا لي واش كتامنوا بلي التوقع ديال ليلى عبد اللطيف غيطرا بصح وغنوليو بحال السعوديه والكويت وقطر، ولا هاد السيده غير كتخرف وهذا الحلم عمره يولي حقيقه. تهلاو.